ده الفيديو رقم 7 من كورس ال FMVA. لو كنت بتكتفي بتحليل القوائم المالية لشركتك وتبدأ تعمل تحليل رأسي وأفقي أو حتى تحليل بالنسب المالية، كده أنت ما عملتش شغلك كامل، تحليلك ناقص كتير. التحليل من غير مقارنات زي اللي بيقيس حرارته بإيده. طيب يعني ايه بنش ماركينج؟ البنش ماركينج ببساطه هو انك تقارن اداء الشركه بتاعتك في فترات زمنيه عدت، وكمان شركتك باداء شركات تانية في نفس الصناعه، وكمان بمتوسط الصناعه الاندستري افريج. والهدف مش انك بس تعرف الوضع الحالي، لكن كمان تشوف شركتك واقفه فين بالنسبه للمنافسه. فالتحليل ده مش بس لتحديد الوضع الحالي، لكن كمان علشان تبقى عارف اذا كان في مجال للتحسن ولا لا. فلو انت بتعمل تحليل لشركه ومقتصر على القوائم الماليه بتاعتها للسنه الحاليه وبس، يبقى كده انت مش شايف الصوره كامله. لازم تبدا تقارن وتفهم اكتر. واول حاجه تبدا تقارن اداء الشركه في نفس السنه اللي بتعمل لها تحليل مع السنين اللي قبل كده. يعني لو انت بتحلل مركز مالي 2024 لازم تشوف 2023 و2022، وكمان تقدر توصل لحد 3 أو 5 سنين قبل كده. التحليل ده بيساعدك انك تشوف اداء الشركه على مدار فترات طويله، وده اول نوع من انواع البنش ماركينج. البنش ماركينج الثاني هو انك تقارن الشركه ديت بمنافسيها. يعني مثلا لو انت بتحلل شركه زي ابل، المنافسين اللي ممكن تقارنهم بيها ممكن يكونوا زي مايكروسوفت او سامسونج. وهنا هتبدا تجيب القوائم الماليه بتاعت الشركات المنافسه وتعمل تحليل ليها، او تجيب النسب الماليه بتاعتهم وتبدا تقارنها بالشركه اللي حضرتك بتعمل لها التحليل. وده هيساعدك تحدد اذا كان اداء الشركه جيد او لا، وده مقارنه بالمنافسين. البنش ماركينج الثالث وهو مقارنه الشركه بمتوسط الصناعه او الاندستري افريج. طيب يعني ايه اندستري افريج؟ هو متوسط النسب الماليه لصناعتك. فمثلا لو انت بتحلل شركه زي ابل في صناعه التكنولوجيا، هتبدا تجيب النسب الماليه لصناعه التكنولوجيا نفسها زي الكرنت ريشيو والكويك ريشيو والجروس بروفيت، وتقدر تقارن النسب ديت بالشركه اللي انت بتحللها وتشوف اذا كانت الشركه ديت اعلى او اقل من متوسط الصناعه. طيب ازاي اجيب الداتا بتاعت المنافسين والاندستري افريج؟ لو انت لسه مش عارف تجيب البيانات ديت فخلي بالك، ده جزء مهم جدا من التحليل المالي. ازاي هتقارن الشركات لو مفيش عندك داتا؟ وخليني الاول اقول لك تجيب بيانات المنافسين منين، اللي هم الكومباريتيف بنش ماركينج. عندك مثلا التقارير الماليه المنشوره. لو الشركه مدرجه في البورصه فانت خش على موقع البورصه، دور على الشركه اللي انت عايز تعمل لها تحليل ونزل القوائم الماليه بتاعتها. وممكن كمان تلاقي تقارير تحليل مالي جاهزه. عندك كمان المواقع المتخصصه في البيانات الماليه، يعني في مواقع بتوفر بيانات وتحليلات مجانيه او مدفوعه زي ياهو فاينانس او جوجل فاينانس او انفستنت.com او ماركت سكرينر او حتى تريدني فيو. ولو شغال على موديل مالي احترافي استخدم بلومبيرج او ريفنتف لو عندك اشتراك. عندك كمان مواقع الشركات نفسها، قسم علاقات المستثمرين. اي شركه محترمه غالبا عندها قسم اسمه انفستور ريليشنز. على الموقع بتاعها هتلاقي فيه تقارير سنويه وعروض تقديميه للمستثمرين وكمان ملخصات الاداء المالي. لكن لو جينا للاندستري افريج الموضوع بيبقى اصعب شويه، فممكن تجيب البيانات بتاعتها عن طريق تقارير شركات الاستشارات العالميه زي ماكنزي مثلا وبي دبليو سي، ودول بينزلوا تقارير فيها نسب ماليه ومتوسطات حسب القطاع. عندك كمان مواقع قواعد البيانات الكبيره لو عايز احصائيات ومقارنات جاهزه. عندك ستاتيستا، وعندك IMIS، وعندك IBIS وورلد وده مدفوع، وعندك كمان EMIS، وممكن كمان بيانات من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي. ثالث طريقه مواقع حكوميه او تنظيميه في مصر زي مثلا هيئه الرقابه الماليه او الجهاز المركزي للاحصاء، او تقارير من اتحادات الصناعه في كل قطاع. طيب لو المنافسين مش بيعلنوا بياناتهم، يعني شركات خاصه، في الحاله دي تستخدم ماركت ريبورتس جاهزه. شوف شركات مدرجه شبيهه واعتبر ارقامهم كمؤشر تقريبي، وكمان تابع منصات تحليل بيزنس زي كرانش باس وبيتش بوك ولينكد ان لشركات النشر. ولو النشاط اونلاين استخدم ادوات زي سيميلر ويب او سيمراش، وده علشان تعرف الترافيك والنمو ومصادر العملاء وغيرهم. ولو بتحلل شركه او قطاع داخل مصر ابدا من موقع البورصه المصريه EGX او عرب فاينانس او مباشر او زوايا، او ممكن كمان تقارير البنوك التجاريه الكبيره زي CIB وQNB. الخلاصه في ادوات وطرق كتير، المهم تختار المصدر المناسب حسب نوع شركتك ونوع المنافس اللي بتقارن نفسك بيه. فلو فعلا عايز تكون محلل مالي فالمحلل المالي لازم يكون عنده مهارات كتير، لكن من اهم المهارات ديت مهاره البحث او الريسيرش. يعني كمحلل مالي لازم تكون قادر تدور على اي معلومه تخص النموذج او التحليل اللي انت شغال عليه، سواء بقى كان عن الشركه نفسها او عن السوق. ولو مش لاقي بيانات او مش عارف تجيب نسب شركه معينه ما تقفش. المحلل الشاطر ما بيوقفش اول ما الدنيا تصعب شويه، دايما بيعرف يلاقي طريق للمعلومه ويوصل ليها. وفي البدايه طبيعي جدا تتعب وتغلط، بس مع الوقت والتجربه هتتعلم تدور بشكل اذكى
متماسكه، ودي مرحله اسمها ترين اند ايرور، يعني تغلط تتعلم وتعيد. وما ينفعش تقول مش لاقي وتوقف، لان المحلل المالي عنده نفس طويل وبيعرف يجيب المعلومه باي طريقه. وعايزك ما تنساش ان التحليل المالي مش حاجه بتتعلمها مره واحده، دي رحله بتبدا وتستمر معاك طول الوقت. ولحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. لو لقيت الفيديو ده مفيد يا ريت تقترحه على اصحابك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، وده علشان تتابع كل جديد بننزله على القناه. وفي الفيديوهات الجايه هتتعلم فيها اكتر عن النماذج الماليه وتحليل الشركات، وكمان هنعمل تطبيقات عمليه زي ما وعدتكم في بدايه الكورس. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.